السلام عليكم، يعطيكم العافية. المعروك السوري أطيب أكلة بنفضلها بعد الفطور أو على السحور. على السحور كتير بنحب المعروك. المعروك اليوم رح نسوي لكم إياه بنكهة طيبة، وإن شاء الله بده يعجبكم بإذن الله تعالى. تعالوا لنشوف الطريقة وإن شاء الله بتعجبكم. عندي المقادير هون. عندي كيلو طحين. هذا الطحين قوي بروتينه عالي. كل كيلو طحين بيطلعوا 5 كاسات. عندي 250 غرام سكر، تقريبا بيطلعوا كاسة ونص. عندي 50 غرام حليب، بيطلعوا تقريبا نص كاسة، أقل من النص كاسة. عندي هون شي 3 معالق زبدة، بيطلعوا 50 غرام. عندي 20 غرام خميرة، بيطلعوا معلقة كبيرة مطفحة وشوي صغيرة. عندي هدول 30 غرام زيت، هذا لتنعيم العجين. عندي 5 غرامات هون محلب، بيطلعوا تقريبا معلقة صغيرة. ما بعرف إذا حكيت على الفانيليا ولا لا. 5 غرامات فانيليا. عندي المي أنا مالي معيرها بالضبط، بدي أحط كاستين تقريبا، هاي الكاسة الأولى وبعدين بحط الكاسة الثانية. وعندي 3 بيضات ونسينا الملح، خلينا نجيب الملح، هاي على طول الناس معروفة. عندي شوية ملح تقريبا، تقريبا شي 5 غرامات للكيلو طحين بدي أحطهم، أفضل للعجين. حطيت معلقة سكر مع المي الدافية، وهلا بحط الخميرة. بتركهم تقريبا شي 10 دقايق لتطلع الخميرة عندي. بدي احط الطحين اول شي، انا بدي اعجنهم على العجانة. اذا حبيتوا تعجنوهم على ايدكم بنعجنوا بكل سهولة. هاي الطحين اول شي، الكيلو طحين. وهي السكرات 250 غرام. وهي الحليبات. وهي المحلات. هاي الفانيليا. وهي البيض. هلا بحطهم على العجانة. كمان نسينا رشة الملح، يلعن ابو رشة الملح، شو ننسى. هي رشة الملح. هلا بحطهم على العجانة. شوف العجينة ما أحلاها، طالعناها من الفرن ناعمة. حطينا لها نحن الزيت ونعمنا العجينة. المي ما أخذت معنا كاستين، أخذت كاسة وربع تقريبا. كاسة وربع مي أخذت، وانتم شوفوا على حسب الطحين اللي عندكم. بعد ما خلصت عجينة وكورتها مباشر دغري قطعت القطعة تقريبا 250 غرام. 250 غرام قطعتهم كلهم 250 غرام. 248 سامحونا بغرامه. 2 4 6 7، هي طلعت 200 غرام، لاقي لها شيء أكله. هلا بكورهم. أهم شيء التكوير، بدي تنتبهوا للتكوير. التكوير تبعها يعني أهم شيء القفلة هي تصير تحت وتضب قد ما فيها، ما تبين مثلا، أحلى يعني بتطلع. التكوير هيك مثلا، ضل بتعملها هيك كورها. هلا دهنت الطاولة زيت أنا هون وبحطها على الطاولة. غطيتهم بكيس النايلون. هلا بدهم تقريبا شي نص ساعة رياحة، بعدين برجع بساويهم. من هون لترتاح عندي العجينة، بدنا نجهز هلا الحشاوي اللي بدنا نحطها بالمعروف. عندي هون تمر مطحون، طريته أنا بالسمنة. شوف الطراوة تبعه ما شاء الله، هيك بدها تكون الطراوة للمعروك. وعندي هون جوز الهند وزبيب وسكر، بدي احط لهم معلقتين مربى المشمش، بيطلع كتير كتير طيب. عندي هون شوكولا، وعندي سمسم مشان وش المعروكة. هلا بجهزهم. هلا اهم شيء التسكيرة عنا، نسكرها مزبوط، نضبها ضب ما بيأثر عليها. المهم التسكيرة تكون ممتازة.
نقلبها هيك. هي تبع الشوكولا، حطيت الشوكولا بقلبها، بسكرها تسكير مظبوط. طريقة سهلة كتير وكتير رح تعجبكم بإذن الله. هي تبع الشوكولا غرام يعني، كتير كتير طيبة بتطلع هي، أولادي كتير بحبوها. نكبسها الكبسة هيك مشان تتوزع الشوكولا. نحن بعد ما خمرناهم هلا جاهزين للفرن، بدنا نفوتهم على الفرن. الفرن الحرارة تبعه من 180 لل 200 فوق وتحت، يعني الحرارة قوية شوي. بس نحن ليك شلون طلعوا هلا هيك تخمروا وصاروا جاهزين. هاي الصينية لسه بدها شوية تخمير. طريقة التخمير نحن تبعنا أول شي بنحمي الفرن وبنطفيه. بعد ما نطفيه بنسخن هيك بصواني صغيرة أو إبريق أو أي شي واعي عندك، بنسخن مي سخنة وبنحطها بقلب الفرن. البخار تبعها بنحط الصواني تبعنا، والبخار تبعها هو اللي بيحصر إنه بخليها تختمر. هاي أول ما طلعوا من الفرن بنعمل لهم بخة بالمي، بخة مي مشان تضل محافظة على طراوتها. ليك ما أحلاها ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. بس هاي وصفتنا لليوم خلصت. المعروك السوري طلع معنا كتير كتير مرتب ما شاء الله. اللي احنا ساويناه بالتمر، وساوينا بالجوز الهند والزبيب، وساوينا بالشوكولا. كنا بدنا نساوي كمان بالجبنة، ما زاد عنا عجين. ما شاء الله طلع كتير كتير مرتب. بصراحة هدول قايمينهم للسحور، يعني عم يقولوا لي العيلة انه اليوم هلا لا تاكل منهم للسحور. شوف ما شاء الله تبارك الله. هي عجينة المعروك على اصولها يعني، ما شاء الله تبارك الله. وهي تبع الشوكولا، هيك تبع الشوكولا ما احلى عليه خسه. ما شاء الله تبارك الله. كتير كتير مرتب طلع معنا ما شاء الله. وهي بالتمر ما شاء الله. شوف ما احلى العجينة خسه ليه، هيك ما احلى العجينة. بتمنى تجربوها لانه كتير كتير رح تعجبكم. وانا لما خلصت مثل ما فرجيتكم اياها، بخيتها بالمي. انا بخيتها بالمي، ولما بردت دهنتها بالزيت. الزيت بيعطيها لمعة وبيعطيها طراوة. ان شاء الله تجربوها واكيد رح تدعوا لي ان شاء الله. قمناهم للسحور، تعوا تسحروا معنا رح تنبسطوا من هالاكله هي. جربوها وما بتندموا. يعطيكم العافيه.